قال العقيد معمر القذافي في كلمته عبر التلفزيون الرسمي الليبي إن الحرب الآن مفتوحة مع إيطاليا وإن المعركة ستنقل إلى الأراضي الإيطالية. تأسفت وأنا سمعت أبناء الشعب الليبي وهم يخطبون اليوم في ذكر معركة القرضابية في سرت حيث وقعت معركة القرضابية، وهم يتوعدون إيطاليا بنقل الحرب إلى إيطاليا. أصبحت الحرب مفتوحة قالوا بيننا وبين إيطاليا، تقتل في أبنائنا عام 1911 وعام 2011. إذن الليبيين عندهم الحق فيما قالوه اليوم في ذكر القرضابية، وأنا لا أستطيع أن أضع فيتو على الليبيين. وشكك القذافي في القرار الدولي 1973 وبأهدافه الحقيقية، وقال إن الغارات تستهدف البنية التحتية وقتل الليبيين، وأن الحظر الجوي لا يعني تدمير ما بنته ليبيا، كما لا يعني استهدافه شخصيا واغتياله على حد قوله. هل قررتم حصار بحري على ليبيا؟ الآن في حصار بحري. هل قررتم حظر نفطي على ليبيا؟ هل قررتم الاغتيال السياسي وضرب مقر القذافي، مكتب القذافي مثلا، اللي يقولون مكتب القذافي اللي نستقبل فيكم فيه؟ هل هذا من ضمن القرار 73 الاغتيال وتدمير المباني الإدارية؟ هل هذه حماية المدنيين؟ تدمير البنية التحتية التي مثل ما قال صديقي بوتين اللي بنتها أجيال ليبية طوبة طوبة.